سلام كمي تمسيو زي خبركم تعزبتيم كابزي نغودناتات حرنتن سماعتاتن كاب زراخب كبابي سيتي باركينا لومي اغلغلو تلفزيون ايرترا سروع ناي معلتنا صنت مدبنا نفونو زلنا معلتنا صنت لومون اخيل لوم 27 عامታት تقصيروم نملا حزب ايرترا بزا اغاطامي رحوس بعلنا صنت منم حجي دما اب ساعت زي اتي عامتاوي كاب زقربو مريتات اتي زبلص زبزح حزبي زساتفو ابزي اب ماكل غودن حرنتن سماعتاتن زكايد مريت كارنيفال قربيوم حجب المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم وطاب مساءكم بكل خير. ها نحن سادتي المشاهدين نحتفي معا بالذكرى 27 للاستغلال المجيد. نحن اليوم على الهواء مباشرة ومن موقع السيتي بارك في شارع الحرية لنقل وقائع كرنفال الإقليم الأوسط والذي يضم عدد كبير من المناشط. وكما هو معلوم يعني سنويا كرنفال الإقليم الأوسط يشمل العديد من المناشط والعديد من البرامج والفقرات التي عدت خصيصا لهذا اليوم الكريم ولهذا اليوم الجليل. المشاهدون الأكارم نحن نقترب الآن من المارشات العسكرية التي تظهر في الصورة من خلفنا ونحن ننقل وقائع الافتتاح الرسمي أو الافتتاح الرسمي لكرنفال الإقليم الأوسط. كبرات تعزبتي عمتاوي اب زقرب مريت كارنيفال ببعمتو كاب قدمي 10 عمتات جميرو زمريت زي ابزي اب ماكل غدناتات حرنتن سماداتن كاب تجمرلو وانا تحزو زتفلاليو ارستاتن حزبي كقربو صنيحوم لو كاب تاريخ حزبي ايرترا كابتينا 4 5 تاريخ جميرو كساب سوساتات يسعاتات نابله كساب زي زحلفه ناي ورار ويانه بو بيلكاون ابزي مودات اوان نزكاير زلو ناي مختن نتفتا زر استفلالي تحسوتات ببعمتو قريبيو لوم عمت كم مارستي بمحضر زوا ماكل تمريط زلو قرنا عدما دجن حزباوي جنبار حرنت ايرترايم حزباوي جنبار حرنت ايرترا ابتي ناي 30 عامታት قالسي نناصنت اب عوده خوينا طراي زيكونه اب دجن استفلالي كم منغستي كم هاجر استفلالي نتفتات يكايد نيريو ابتو وانتي زكايد زنبره نتفتات دمايو لومي تحستو كارنيفال 2018 كون تمريط زلو 13 نوسان زوباتا زوا ماكل دما نزي ناي دجن حزباوي جنبار نتفتات بمريت بأكل أبزي أبو ماكل قدرات حارنة سماتات كغربوين. المشاهدون الأكارم كما هو معلوم يعني كرنفال الإقليم الأوسط تشارك فيه عدد كبير من القطاعات الإدارية وهذه القطاعات الإدارية تتفنن في كل عام في خلق إبداع جديد وفي كل عام وهي تتكئ على الخلفية التاريخية والنضالية لهذا الشعب الكريم. هذا العام سادة المشاهدين العام 2018 ابتكر الإقليم الأوسط أو اعتمد الإقليم الأوسط في كرنفال هذا العام على القاعدة الثورية. القاعدة الثورية التي حمت الثورة والتي من خلالها أنتجت العديد من الأشياء التي ساهمت في إنجاح الثورة وعجلت بيوم الحرية وعجلت بالنصر المؤزر. إذن سادة المشاهدين نحن الآن وفي شارع الحرية لنقل وقائع هذا الكرنفال الكريم وهذا الكرنفال الجميل وكما أسلفنا والذي يضم حوالي 13 قطاع إداري تفننوا وأبدعوا وابتكروا العديد من الأشياء المهمة والجميلة. كبرات تعزبتي كابتي نحنا قالات نلعلي زمري تزيا بمجمارو بقهدي نخلوتي ترالي زلو مدلاوات زرس لزغنا بغات تحجين ابت مريد كنا سقاقركم
ካርኒቫል ናጽነት 2018 ምስ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ገድሊ ኤርትራ ማዕረቲ ኣብ ግንባራት ዝካየድ ዝነበረ ኩናትን ክርፍስን ብድሕሪታ በክፍልታት ዝነበረ ቃልስውን ማዕረቲ ኣብ ግንባር ዝነበረ ኩናት ብድሆታት ነይርዎ እዩ እቲ ናይ ቅድሚት ኩናት ብዘይቲ ናይ ድሕሪት ድኻምን መስዋዕትን ክኸውን ኣይምተኻለን ክልቲኡ ተመላላዩ ነይሮም ኣብ ታሪኽ ኣፍሪቃ ድማ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ተፈጺሞም ህዝባዊ ግንባር ከም ካልኦት ብዙሓት ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ኩናት ጥራይ ዘድህብ ውድብ ኣይነበረን ወላ እኳ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ እንተነበረ ገና ብዕሸሉ እንከለዩ መንግስታዊ ቅርፂ ሒዙ ቃልሱ ዘካይድ ነይሩ ናብ ቅድሚት ናብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ከይጠመተ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ስራሕ ንቕልጣፍን ዕቤትን ትስዕብ ናይ ግንባራት ዓወት ጸላዊ ምዃኑ ብምእማን ብዝግባእ መዋቕራቱ ሃኒጹ ቃልሱ ኣካይዶም እቶም መዋቕራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበዩን እናጸፈፉን ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ማዕረቲ ኣብ ግንባራት ዝስዕብ ዝነበረ ዓወት ይጓዓዙ ነይሮም ክቡራት ተዓዘብቲ ሎም ዓመት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ካርኒቫል ናጽነት 2018 ድማ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ነዚ ኩርናዕዚ ብስፍሓት ክድህስስ እዩ المشاهدون الأكارم لازلنا نتواصل معكم وهذا المساء جميل ومن العاصمة أسمر وعلى الهواء مباشرة ومن شارع الحرية ونحن نحتفي بالذكرى 27 للاستقلال المجيد. كرنفال هذا العام سادة المشاهدين يضم 13 قطاع إداري بالإقليم الأوسط وهذه القطاعات الإدارية هي تجسد معا معنى الحرية وتجسد القاعدة الثورية التي اعتمدت عليها الجبهة الشعبية إبان فترة الكفاح المسلح وهناك العديد من المجسمات وهذه المجسمات وهذه الأشكال التي نشاهدها أمامنا ليس هي من محض الخيال إنما هي واقعا ملموسا عاشته الثورة الإريترية وجسدته شبرا شبرا حتى نال الشعب الإريتري كامل حريته في 24 من مايو الأقر في العام 1991. هذه القطاعات الإدارية سادة المشاهدين تجسد الإدارات الشعبية التي اهتمت بالثورة واهتمت بالمواطنين في الساحل وأيضا بالاقتصاد والإرشاد القومي وجهاز التسليح وجهاز الصحة وأيضا جهاز العلاقات الخارجية وجهاز العدل وجهاز الشؤون الاجتماعية وجهاز التدريب العسكري وجهاز أمن الثورة وجهاز الأمن والمخابرات. ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል መትከሉን ምትግባር ኣብ 1974 ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ኣቑሞም ሓደ ካብቲ ስርሑ ህዝባውያን ማሕበራት ምዃን ስለ ዝነበረ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ተምሃሮን ሓረስቶትን ደቂ ኣንስትዮን ተበዲወን ንጹር ፕሮግራም ከም ዝህልወን ተገይሮም ከምኡውን ህዝባዊ ስልጣናት ምድልዳል ኣብ ወጻኢ ማሕበረኮማት ብምስራትን ፖለቲካዊ ውዳቤታት ምክያድን ቀንዲ ዝስርሓሉ ዝነበረ ዕማም እዮም ንቕሓት ሓይሊ ኩለንትና እዮም ንቕሓት ብሶላ ጉዕዞ ህይወት እዮም ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ብጥይትን መድፍዕን ዘይኮነ ብንቕሓት ክኽልሶ ዝመረፀ ንቕሓት ህዝቢ ንቕሓት ተጋዳላይ ብምንባሩ ገዛ ሓይሊ ዘይተጸበየ ዓወታት ኣብ ግዜኡ ይፍጸም ነይሮም እቲ ንቕሓት እምነት ክፈጥር እንከሎ እቲ እምነት ድማ ጽንዓት ፈጢሮም ጽንዓት ድማ እታ ዝሓየለት መድፍዕ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ኣገልጊላ نكفلي هزباوي من محدار كم عدلاوي تكوينا غريبة دلا نوطبا ماكل كتمام هزباوي جنبار حرنة إيرترا كابة تجارلو حرنة إيرترا تفنشلو دحرنوي حمتات قالس هزب إيرترا معرفو خبت حزغالة مسرتو ኣብ ህዝቢ ስለ ዝገበረዩ ነዚ ክውን ምግባር ድማ ተራ ህዝባውያን መምሕዳራት ልዑል ምንባሩ ይፍለጥ
المشاهدون الأكارم، هذا هو الإقليم الأوسط والذي يعكس فعالياته، وهو يحتفي بالذكرى 27 للاستقلال المجيد. كرنفال هذا العام سادس المشاهدين كما أسلفنا هو كرنفال مميز، وما يميز كرنفال هذا العام هو اعتماد إدارة الإقليم الأوسط في نقل كرنفال هذا العام معتمدة على القاعدة الثورية التي بنتها الثورة ورسختها وعملت على ترسيخها، وعملت أيضا على تفعيل العديد من المناشط من خلالها استطاعت الثورة أن تنتصر، ومن خلالها استطاعت الثورة أن تعجل بالنصر وأن ترفرف راية الحرية عالية خفاقة في سماء التراب الإريتري. إذن سادس المشاهدين هي مجموعة من القيم، هذه القيم التي نعكسها من خلال هذا الاحتفال. ونحن إذ نحتفل بعيد الاستقلال نحاول أن نتلمس ما صنعته الثورة، وأن نجسد ما صنعته الثورة لنعكس كل هذه القيم الجميلة للأجيال المتعاقبة. كبرات عزبتي ساحل كم هاجر هزباوي كمبار كم منجستي زبل أبا هلا كبار زنقل يكونن هزباوي كمبار حرنا تيرترا جنا بعشلون كله كفل فتحن كفل زمدنا تتوتعن بمواهد العلا استواجعوا العل سرح سريح يوم جنا ملو إيرترا حرقي وتأتن كلا بستفلالي خبابتات هاجرنا بتلاقي زتوادد يكون بتلاقي استفلالي قريتشو تاتنا عليه بعلونا يفتح أكلات أغيم فتحي كم زرع منا قبره زبي إيرترا بكال سوت راي كم زرع جريوم زباو جنبار جنا بنسو جنا حرنا تاخد من قسقاس مكلو كيف لازم دلنا تتوصايا أغيمهم مستفلالي هاجرات أبز خبابينا يكون ربط خبابتان زركبا هاجرات نسوراوي من قسقاسو زبره أونتاوي زمدنا تتوصاي فتير يوم زي زمدنا تتوصاي زلما دحرنا صنت إيرتراون قتيلو يوم نكفل فتحن كفلي زمدنا تتوصاي زبره تحستو حزا قريبا زلا نو زوبا باراديزوم المشاهدون الأكارم، عندما بدأت التطورات العسكرية في الساحة الإريترية للكثيرين مفاجئة وسريعة، ولم يكن أي مراقب عشية الهجوم الذي قام به الجيش الشعبي في مارس من العام 1989 يصدق أن الجبهات الممتدة على مسافة 200 كيلومترا والتي كانت تبدو أنها أصلب من أن تنثني يمكنها أن تتحطم على هذا النحو. كما لم يكن هناك من يصدق أن يخلي الجيش الأثيوبي جميع مناطق مديرية بركة سابقا من قواته ليكدسها في مدينة كرن، بل أن يقوم الكولونيل منغستو هالي ماريام بالعويل والإعلان عن الأخطار التي باتت تهدد نظامه. إذن كيف تم تحقيق ما كان يبدو في الأمس مستحيلا؟ وهل نتج ذلك من استغلال الجيش الشعبي لبعض الأخطاء التكتيكية للعدو وغير ذلك من الظروف المواتية، أم أن الأمر يتعلق بتغيير موازين القوى؟ كرنفال هذا المساء سادتي المشاهدين يجسد لنا العديد من الملاحم البطولية التي ساهمت والتي ساعدت في التعجيل بالنصر. إنها ملحمة مترابطة مصورة بأناشيد التماسك. هذا هو كرنفال الإقليم الأوسط. كبرات عزبتي كمزي تكتاتلو زلخو ما بتحتي راي بعيو زبل تيما بمحدار نوزوبا آخريا ندحريتا مليسا مريتاتو زلا كورنا عزما كفل محبراو قداي هزباوي كمبار حرنا إيرترا كلو نتفتاتو زكايدو زنبرا سرحات يوم كمزي نكتاتلو زلنا سنكلان عبا من باي
كاب استفلالي كبابيتات هاجرنا دحر حزباو جنبار زلق حزبي ام الاهي نخلتي حزبي زدليو نطفتات بفلاي تحت حزباو جنبار نزنبره حزبي نملاي بفلاي كفلي محبراو غداي حزباوي جنبار حرنت ኤርትራ اب قالس حزبي ኤርትራ لعلا استواصو غيريوم نحفشاو نطفتات كفلي محبراو غداي اقريبات لنا زلا دما نوزوبا اخريام حزباوي جنبار حرنت ኤርትራ ጽግዕተኛታት ጥራይ ዘማዕብል ክፍሊ ኣይነበረን ሱንኩላን ከምኡውን እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝተመርኮሰ ህዝቢ ነብሱ ንኽኽእል ዝተፈላለየ ንጥፈታት ሰሪሑ እቶም ሱንኩላንን ነቲ ህዝብን ድማ ውፅኢታውያን ከም ዝኾኑ ገይሩ እዩ المشاهدون الأكارم، شرعت الثورة في تأسيس عدد من الأجهزة، وهذه الأجهزة كان لها دور فعال ودور مهم في العمل الثوري. من أهم هذه الأجهزة الإدارة الشعبية وجهاز الاقتصاد وأيضا جهاز الإرشاد القومي وجهاز التسليح وجهاز الصحة وجهاز العلاقات الخارجية وجهاز العدل والشؤون الاجتماعية وجهاز التدريب العسكري وجهاز أمن الثورة وجهاز الأمن والمخابرات. كل هذه الأجهزة التي نتلوها على مسامعكم سادتي المشاهدين سوف تلاحظونها أو سوف تشاهدونها من خلال الصور التي جسدها حوالي 13 قطاع إداري من داخل الإقليم الأوسط استطاعوا أن يصوروا وينقلوا التاريخ كما هو واستطاعوا أن ينقلوا الحقيقة كما كانت في السابق. هذه الأجهزة التي ساهمت في عدد من البرامج والتي أسهمت في إنجاح الكثير من البرامج الثورية ها هي الآن سادتي المشاهدين أصبحت تاريخا ناصعا في جبين الثورة الإريترية. وها نحن اليوم نحتفي مع الإقليم الأوسط وهو يجسد هذه الأجهزة في كرنفاله الرائع والجميل حتى تظل هذه القيم خالدة. إذن نكتاتلن زلنا كبرات تعزبتي عبدتات سلومنا عب قالس حزب ኤርትራ تاريخ سرح عديتات كاب دقنا ينفلن كاب أميننا ينفلن إلى المسمزلاق إقر دقن قوبتات سحل سفرام أو غينن ما يتعطوان كاب دقنا يتفليان إقر ما عودو غيناتنا غدا وقات العلن وقات حكيم وقات نابين كلن تناسورا عند حبو غينن عديتات سلومنا
المشاهدون الأكارم، وبالعودة إلى الوراء يتضح أن الفترة من منتصف العام 1979 وحتى منتصف العام 1989 كانت من أصعب فترات الاختبار التي مر بها نضال الشعب الإريتري. فنتيجة للتدخل الخارجي حدث تغيير في ميزان القوى العسكرية وفي وقت قصير لصالح الاستعمار الإثيوبي الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. في تلك الفترة وقف الجنود الكوبيون واليمنيون الجنوبيون والمستشارون السوفيت إلى جانب الدرك، وازدحم السماء إريتريا بالطائرات المقاتلة والناقلات للأسلحة، ووصلت إلى إريتريا عن طريق البر والبحر والجو كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، وكذلك تضاعفت أعداد الجيش الإثيوبي. حينها واجه الثورة الإريترية سؤالا حاسما، هو ما العمل؟ فقد كان الوقوف في وجه قوات القوس العملاقة للدفاع عن كل المناطق الإريترية لا يعتبر مقامرة بوجود وبقاء الثورة من أساسها فحسب، وإنما عملية انتحار حمقاء. لذلك فإنه لم يكن هناك مناص من التراجع بعد الوصول إلى مشارف النصر والتخلي عن الأراضي الإريترية المحررة والابتعاد عن المناطق التي مكنت الثورة لأول مرة شعبها من أن يتذوق طعم الحرية. هكذا فقد اتخذت الجبهة الشعبية بكل شجاعة قرارها بالانسحاب الاستراتيجي مع العمل في نفس الوقت على التصدي للعدو في الزمان والمكان اللذين تختارهما هي. ورغم أن قطاع عريض من الرأي العام العالمي كان يعتقد أن الإريتريين لا يمكن أن يصمدوا أمام هذه القوة الكاسحة، لقد انتهت الثورة الإريترية وغير ذلك من الأقاويل، لكن الجبهة الشعبية لم تتأثر بكل ذلك ولم ترتعب، لأنها استطاعت بنظرتها الثاقبة أن تستجلي ما يقف وراء الضباب الذي أثارته الأسلحة السوفيتية والجيوش الإثيوبية، واعتبرت أن قوة العدو آنية وتعتمد على كثرة الأسلحة، وأنها ليست نابعة من دعم شعبي وحقيقي أو أهداف سليمة. كل هذه المواقف التي نحكيها من الأعوام التي مضت والتي عاشت الثورة فيها العديد من الظروف الصعبة، ها هو الإقليم الأوسط اليوم وبعد 27 عاما من الاستقلال و27 عاما من النصر يجسد كل هذه القيم في كرنفاله الرائع والجميل. كبرات تعزبتي كارنيفال 2018 ገና ቀጻሊ ዘሎም ሓደ ካብ ዓበይቲ ክፍልታት ኣብ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ክፍሊ ሓለዋት ዕና ነይሮም። እዚ ክፍሊ እዚ ነቲ ውሑድ ዓቕሚ ተጋዳላይ ዘራብሐ ክፍሊ ነይሮም። ኣብ ሕክምና ዝበፅሐ ተጋዳላይ ሞቱን ቃንዙን ከም ዝጎድል ኣሚኑ ይቃለስ ስለ ዝነበረ እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ሰሪሕ እዮም። ታሪክ ሕክምና እዚ ንከታተሎ ዘለና ኮይኑ ነዚ ምርኢት እዚ ተቕርብ ዘላ ድማ ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራም ካባዶ ዝጀመረ ክፍሊ ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካበይ ናበይ ከም ዝበፅሐ ክሳብ 1991 ድማ ምንታይ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ዘርኢ ምርኢት ኢና ንከታተል ዘለና። ካብቲ እንዳ ክሳብቲ ዝበለፀ ናይ ሕክምና ማእከል المشاهدون الأكارم، وانطلاقا من عدد من المبادئ والقيم المملوءة بالثقة، أولت الجبهة الشعبية اهتماما كبيرا عند رسم استراتيجيتها لمسألة بناء القاعدة الثورية، إيمانا بها بأن ما تقوم به من مهام النضال التحرري من أجل تحقيق استقلال وكرامة شعبها ليست عسكرية فقط، وإنما هي أيضا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأن هذه المهام لا يمكن التفكير فيها بدون إقامة قاعدة تكون منطلقا لتنظيم هذه الأنشطة وترسيخا للكثير من المفاهيم التي يرجى تحقيقها. عملت الثورة بضرورة إقامة قاعدتها الثورية داخل الأراضي في مناطق محافظة الساحل الجبلية سابقا، والتي اختيرت لملائمتها من
وجهة النظر العسكرية، حيث يمكن فيها الدفاع والحفاظ على قوة الثورة واستنزاف قوة العدو، كما تقرر خوض حرب المواقع الثابتة من خلال بناء جبهات محصنة قابلة للانكماش والتمدد. في هذه القاعدة الثورية أسست الثورة الإريترية عدد من الأجهزة. هذه الأجهزة ساعدت في عدد من البرامج، وكما نلاحظ في الصورة هذا هو جهاز الصحة، هذا الجهاز الراقي الذي عمل جنبا إلى جنب مع البندقية، والذي ساعد كثيرا في شفاء واستشفاء الكثير من المناضلين الذين صادفتهم الإعاقة وأصابتهم طلقة العدو القاشم. ክፍሊ ቁጠባዊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘርኢ ምርኢት ቀሪባ ዘላ ዞባ ገጀረት እያ። እዚ ክፍሊ እዚ ርእሶም ብዝኽእልዋ 10 ኮሚሽናት ዝኾነ እዩ ነይሩ። ንሳቶም ድማ ሕርሻ፣ ምስናዕ፣ ስርዓት፣ ህንፃ፣ መጓዓዝያ፣ ንግዲ፣ ፋይናንስ፣ ስንቂ ንብረትን ምክብባልን፣ መፍረ መድሃኒትን፣ ቤት ትምህርቲ፣ ስነ ኪነትን እየን። ብቁጠባ ነብስኻ ምኻል ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረ ድማ ኣብቲ ናይ ቃልሲ እዋን ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሖም። ነዚ ስራሕ እዚ ዘንፀባርቕ ስእልታትን ደርፍታትን ዝተሰነየ ምርኢት ድማ እያ ተቕርብ ዘላ ንዞባ ገጀረት። المشاهدون الأكارم، هذه الصور التي تشاهدونها أمامكم هي تجسد أقسام لجهاز الاقتصاد. هذا الجهاز الذي أسس في فترة النضال، والذي عمل على شق الطرق، وعمل أيضا على تجهيز الآليات، وأيضا هذا القسم هو الذي شق طريق التحدي المعروف. هذا القسم الذي كان يعمل ليلا، وكان يعمل في إنشاء العديد من المؤسسات، وكان يساهم في بناء العديد من المواقع التي ساهمت بالتأكيد في نشاط الثورة، وساهمت أيضا في برامج الثورة. ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንመትከር ርእሰ ምርኮሳ ገና ኣብ ግዜ ቃልሲ ደቂስዎም። ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ ኢዱ ኣፍራዛ ብሓደ ኢዱ ድማ ካላሽን ሒዙ ድንድላት ይሰርሕ ነይሩ። ብዓቕሙ እውን ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። እዚ ክፍሊ እዚ እዚ ክፍሊ ቁጠባ እዚ ድማ እዩ ምስሉ ኣብዚ ብንዞባ ገጀረት ቀሪቡ ዘሎም። المشاهدون الأكارم، هذه هي قطاعاتنا الإدارية في الإقليم الأوسط، وكما عودتنا وعودتكم أيضا في كل عام في ابتكار الجديد وفي ابتكار المثير. ولكن سادة المشاهدين، كل هذه الابتكارات ليس هي من محض الخيال، إنما هذه الابتكارات جميعها مستوحاة من واقع وحياة الثورة الإريترية، مستوحاة من حياة المناضلين، ومستوحاة من الأجهزة التي أسسها المناضلون، ومستوحاة أيضا من العديد من المناشط التي أقامتها الثورة إيمانا منها في تعجيل النصر. ንዝቐፀለ ክፍሊ ቁጠባ ሒዛ ቀሪባ ዘላ ድማ ንዞባ ጎዳይፍ እያ። ኣብዚ ምርኢት እዚ ንስራሓት ሰንዓ ሕርሻን ስንቅን ዝምልከት ወካሊ ትርኢት ቀሪቡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስራሓት ጀርዲን ብኮሚሽን ሕርሻ እዚ እውን ኣካል ምርኢት ናይ ንዞባ ጎዳይፍ እዩ። هذه الصور التي أمامنا سادة المشاهدين هي تعكس نشاطات جهاز أو قسم الزراعة في الثورة. هذا الجهاز الذي اهتم بالبستنة، واهتم أيضا بالتشجير، واهتم في إنتاج العديد من المحاصيل. كانوا الثوار في فترات استراحتهم يقومون ببعض النشاطات المهمة، كانوا يزرعون، وكانوا يحرثون، وكانوا يشتلون، وكانوا يغرسون العديد من الأشجار في الجبال وفي التلال وفي السهول.
وما نراه من نشاط وما نراه من إنتاج اليوم لوزارة الزراعة في العديد من الأقاليم الإريترية ما هو إلا تكملة لما بدأته الثورة لهذا الجهاز الكبير. المشاهدون الأكارم، 13 من القطاعات الإدارية في داخل الإقليم الأوسط هي المشاركة في هذا الكرنفال، كرنفال الإقليم الأوسط، والذي جسد العديد من المناشط والعديد من البرامج التي أقامتها الثورة في فترة الكفاح المسلح. هذا الكرنفال سادة المشاهدين يجسد عدد كبير من البرامج وعدد كبير من الفقرات، وتشارك تقريبا كل القطاعات الإدارية المتواجدة في الإقليم الأوسط، وهي تتناصف ما قامت به الثورة في فترة الكفاح المسلح. ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነታዊ ምንቅስቃስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ጥራይ ኣይነበረን። ኣብ ወፃእ ዝነበረ ኤርትራ እውን ኣካል ቃልሲ ብምዃን ኩሉ ዝብሉ ኣበርክቲ እዮም። ልክዕ ከምቲ ኣብ ገድሊ ኣብ ሓራ ሰውራ ኤርትራ ዝነበረ ተጋዳላይ ንሱ እውን መስዋዕቱ ከፊሎም
قالسس بإرتراب شحنت شعته مهنتي سعنا حدن كون كخون كيلوم أتي ياب جنبارات مسد أي تفيت نفيت زنبرة تقارلاي بدحريو كم زم نكتاتلهم زلنا إرتراوينا جهاز بلو أنت زي ركب عبس بتصعب بتحدو تبدأ جوينو ليتم سمع التزاز سرحون سورة إرترا زغلب زنبرة إرتراوي بزيتهم أب جنبارات كينا زنبورو تقارلتي ملون نتوم تمل له كلت يوم تمل علاتي جنبارات تبدأ جنز نبرة إرتراوي إرترايبل أتي عبرد أتببرد زلل أتببرد زجرف أتبتحت صحيز وعلى إرتراوي أتخابى هاجروا شحات كيلومترات شحات ما يلزر حقي إرتراون حجر يبل فللي بوتاب زي قدس كله ما عرف غرين تبارك هو يتعدل تزاي إرترام نتفتح حفاش مدباتا وصاي ذاتنا قريبا زلا زوبا تيرافو ليام اب تاريخ برتاو تقادلوس بإرترام لعلا استواصو كاب زغبرو خفلتات حدا كفلي وتهدراو تعليميهم اذا خفل زي حدثتي تعلمونا تقبلم بوتهدراوي سنه مغبارن بوليتيكان نمهار الناس نجماراتنا لاخ سورة إرترا زراي ماي كم زخون زغبره كفليهم المشاهدون الأكارم هذا هو قسم التعليم وكما نلاحظ الصورة وحدها تحكي هذا القسم الذي تأسس بإمكانيات بسيطة والذي ساهم كثيرا في تفريغ عدد كبير من المقاتلين الذين جاءوا بالنصر والذين جاءوا بالاستغلال والذين جاءوا بالحرية سباتات مزرعنا شدن بركي
جريكان بعبع نبال أخاوح نجيلو قوضات شديدو بالعينة زورسه أخيبان قبيتان مردان مسرات معبالن فغلن حدنتن سلالنا نطنت محدش بريدة حالهم عستر تكسرى بتقبل الرابحة بتغولات جرانا طنت بتصفى زمعدو وفين وحساب السرحتها طلال فغل طلال حدنت طلال حبراونت بتعينت زيت رصاع طلالنا مذكر. المشاهدون الأكارم، ونحن نحتفي معا بكرنفال الإقليم الأوسط، ونحن نحتفل معا بالذكرى 27 للاستغلال المجيد. وفي إطار احتفالات البلاد بالذكرى 27 يأتي كرنفال الإقليم الأوسط، والذي يجسد عدد كبير من المناشط التي قامت بها الثورة والحرية. سادة المشاهدين، لم تأتي من فراغ، إنما جاءت نتيجة تضافر العديد من الجهود، ونتيجة تضافر العديد من الجهات، ونتيجة التماسك، ونتيجة التلاحم. هناك كما أسلفنا العديد من الأجهزة التي أقامتها الثورة، ومن ضمن هذه الأجهزة الإدارة الشعبية والاقتصاد والإرشاد القومي والصحة والعلاقات الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والتدريب العسكري وأمن الثورة والأمن والمخابرات. كل هذه الأجهزة التي أقامتها الثورة جنبا إلى جنب لتعمل معا في تناغم جميل، ولتعمل معا في تفريغ كل ما لديها، وكل على حدة، وكل مع بعضهم البعض. نتج في النهاية استغلال كامل التراب الإريتري، وتحرير كامل التراب الإريتري، ورفرف العالم الإريتري خفاقا عاليا في 24 من مايو الأقر في العام 1991.